السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم فيديو جديد بوصفة جديدة، هي كبسة إلهام الشهيرة اللي راهي دايرة ترند في المملكة العربية السعودية. قلت نشاركها معاكم بطريقتي على الطريقة الجزائرية، جات بزاف بنينة. قبل ما نبداو الفيديو ان شاء الله ديروا لي ابوني جيم فضلا وليس امرا، وحنشارك معكم السلطه والصوص. ما ندمتش كي جربتها باسكو جات بزاف بنينه. راح نصلوا على محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نبداو بسم الله. عندنا هنا كويس ولا صدر ولا اي حاجه نحولها الجلده. عندنا حبه بصل، هنا عندنا نيزي بيس، عندنا قزبر مرحي، عندنا عكري، عندنا فلفل كحل، عندنا كمون، سكنجبير، حبات الهيل، عندنا الرند وقرفه وهذاك القارص الاسود. وهنايا عندي 400 غرام تاع رز بسمتي، على حسب نتوما تدعوا على حسب افراد العائله. انا هنايا على حسب عندي 5 افراد. هنا عندي 5 فصوص تاع الثوم وغرفه كبيره طماطم مصبره، وعندي شويه تاع الملح. هادو هما المقادير كامل اللي نحين نسحقوهم في هذه الوصفه. هنايا نجيبوا حبه تاع البصل بعد ما غسلناها، نروحوا نقطعوها شرائح. هنايا نديروا شرائح رقاق. بعدها كي قطعتهم هنايا نجيبوا ان كوكوط ونديروا فيها 4 ولا 5 مغارف تاع زيت، ونديروا مغرفه صغيره تاع الزبده ولا تاع السمن. نديروا هذاك البصل يتقلى شرائح، نقلوه على نار تكون قليله ونقلوه مليح، نغرقوا عليه ونراقبوه كل مره نفتحوه. هنايا نزيد فتحت عليه لا كوكوط واني نقلب فيه ونشوفه باش ما ينحرق ليش. بعد ما تقلى لي جبت هذاك الكويس ولا الصدر، ولا تحبوا ديروا صدر وحده دي كويس جناح اللي عندكم يعطوكم البنه. هنايا نقلو كلش مليح في غردو ونديروا معاهم هادو لي زيبيس. وهنايا القارص الاسود راهو رخيص ماهوش غالي بزاف. انايا شريت 3000 الحبه، 2 حبات طاحولي ب6000. القارص الاسود راهو ضروري في هذه الوصفه. هنايا نزيدوا شويه تاع الملح ونقعدوا نخلطوا فيهم دائما على نار تكون مهيله. هكا بعد ما قلينا كلش نزيدوا مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره ونخلوها تتقلى معاهم. السر الماكله تجيب بنينه هي التقليه. هنا بعد ما تقلاو لي نزيدوا هنا 5 فصوص تاع الثوم، نزيدوا نقلوهم هما في الاخر باش ما ينحرقناش الثوم ويعطينا هذيك المروريه. هنا نمرقوا بالماء سخون ونخلطهم. هاي غلات لي هنايا، غلقت عليها لا كوكوط وخليت كامل يطيب على حساب الدجاج. كاين دجاج حجم تاعو كبير وصغير وكاين صغير. ودوكا نروحوا للسلطه. هنايا عندنا الخيار والطوماطيش نقيتهم ونحيت لهم الزريعه، درت لهم شويه تاع المعدنوس، الزيت ولا زيت الزيتون، ودرت لهم شويه تاع الملح وفلفل كحل. هذه السلطه نرفقوا بها الرز. شوفوا جات هايله معاها. هاي فلفل كحل. ونروحوا لاصوص. هنايا نجيبو هذا ياغورت ناتور ولا فروماج ريجيم، ديت بواط ولا 2 ونحلوهم نديرهم في الطبسين، نزيدو معاهم شويه معدنوس، مغرفه تاع الخل، سنينه تاع الثوم. وكاين يحب يدير لها شويه موطارد يدير. انا ما درتش لا موطارد هنايا، خلطتهم كامل ودرتهم في صحن التقديم. هذه فانيك نرفقوا بها الرز، ناكلوها مع الرز تعطي طعم بزاف بنين. بعد ما فاتت 20 دقيقة حليت لا كوكوط وشفت الدجاج لا طابليه، شتو طابليه زبدة. هنا حتى الكويس وطاب، كي طاب الصدر يطيب الكويس هكا. ومن بعد جبت هنايا قدرة واحدة أخرى وجمرت هذيك مرقة. جبت قدرة هنايا واحدة أخرى، درت كيلت هذاك الرز 400 غرام، جاتني كيلة. فهذيك الكيلة معناتها كيلة رز تقابلها 2 كيلات تاع الماء. هنايا درت باش ما نتحصلش في الاخير على روز يجيني معجن. هنا درت الكيلة تاع الرز وزدت لها 2 كيلات تاع المرق هذاك اللي طيبته بعد ما جمرته، ورديت هنايا الدجاج هنايا وخليتهم كامل يغلاو. هنايا بعد هذا الرز تاعي جا شويه واقف، في التالي زدت له نص كيلة، صافي دات لي 2 كيلات ونص تاع المرق. هنايا تتحصلوا على رز يجي ومشباب طايب حساب، ماشي طايب زياده ولا ناقص في الطياب. هذه هي القاعده تاع الرز. على نار قليله وخليته يطيب في غرضه. هنايا ها شوفوا الرز جا معسل، درتو في صحن التقديم. شوفوا كيف جا على حبه، جا معسل. وزينته هنايا بشويه تاع المعدنوس وشرائح تاع الحار، وناكلوه مع هذاك
السلطة ولاصوص. هنايا جا بزاف هايل. هذه الروز يستحق التجربة، حاجة جديدة، ذوقوها وحتى تعملوها بإذن الله. شوفوا هنايا كيفاه جا معسل. راح ندير له هنايا شويه تاع خيار وطماطم وندير له هذيك لاصوص هكا. جا هايل، جا بنين، وتقدروا تزينوه بهذه الطريقه تاعنا، على الطريقه الجزائريه، في صحن كل واحد وبحده. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ديروا لي جيم، ابوني فضلا وليس امرا. سلام.